من النهارده كل الناس هتشتري بيوت. ده الهدف الرئيسي من الفكرة الجديدة اللي عايز يطبقها الرئيس ترامب في انه يخلي القروض العقارية تبقى على 50 سنة بدل ما هي على 30 سنة أو 15 سنة زي ما موجودة حاليا. فمن كام يوم الرئيس ترامب كتب رسالة بيقول فيها انه عايز يعمل القرض العقاري تبقى مدته 50 سنة بدل ال 30 سنة اللي موجودة حاليا، والهدف منه انه يساعد ناس اكتر ان هي تشتري بيوت عن طريق ان هي تبقى مؤهلة لقيمة قرض أكتر لأن الدفعة الشهرية بتاعتها هتقل. في الفيديو ده أنا هقول لك رأيي الشخصي بالأرقام في القرار ده، بس خليني أقول لك حاجة، لو القرار ده اتطبق فعلا ده هيلخبط السوق العقاري كله. ده رأيي الشخصي، ولو انت مش مقتنع بالكلام ده في نهاية الفيديو عندنا الكومنتس خلينا نتناقش فيها ونحاول نوصل لبعض وجهات النظر. بس اللي هطلبه منك دلوقتي ان لو في اخر الفيديو اقتنعت بوجهة النظر ديت ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده وتبعته لصاحبك اللي بيشاور عقله انه يستنى في قرار شراء بيت لغايه ما ينزل القرض ال 50 سنه. خلينا دلوقتي نبدا مع بعض بصراحه. وقبل ما نتكلم عن القرض ال 50 سنه لازم الاول نفهم القرض ال 30 سنه بيشتغل ازاي. ده كان قرض عمله الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت بعد الحرب العالميه الثانيه اثناء فتره الكساد العظيم علشان يشجع الناس ان هي تبني بيوت وتبدا تبيع وتشتري بيوت. وبحلول الخمسينات بقى قرض ال 30 سنه هو القرض الرئيسي اللي الناس بتستخدمه في عمليه البيع والشراء عشان يساعدهم ان هم يبنوا ملكيه او يبيلد ايكويتي. خلي بالك قوي من كلمه ايكويتي دي عشان دي هنتكلم عليها كمان شويه. دلوقتي اكتر من 90% من المشترين بيستخدموا قرض ال 30 سنه علشان ده بيديهم ميزه ان القسط الشهري بتاعهم بيبقى ثابت على فتره طويله، فبيساعدهم ان هم يبيلد ايكويتي من غير ما يبقوا عندهم التزامات ماديه عاليه. بس هنا في مشكله ان في اي نوع قرض عادي بيبقى المبلغ القسط الشهري اللي انت بتدفعه جزء منه بيروح للانترست او للفايده والجزء الاكبر بيروح للبرنسبل او المبلغ الرئيسي. لكن في نوعية القروض الخاصة بالعقارات أو بالعربيات مثلا بيبقى المعادلة مختلفة شوية. بيبقى في البداية الجزء الأكبر من قيمة القسط الشهري بتاعتك بتروح للانترست وجزء صغير قوي هو اللي بيروح للبرنسبل، وبيبدا المنحنى الانترست يقل والبرنسبل يزيد لغايه ما بيوصلوا لنقطه اسمها التيبنج بوينت. في النقطه دي بيبقى 50% من القسط الشهري بتاعك رايح للانترست و50% رايح للبرنسبل. بعد التيبنج بوينت ديت بيبدا الدنيا تختلف، بيبقى الجزء الاكبر من القسط الشهري بتاعك رايح ناحيه البرنسبل والجزء الاقل رايح ناحيه الانترست لغايه ما توصل في نهايه مده القرض اللي هي 15 سنه او 30 سنه ان بيبقى الجزء الكبير قوي رايح ناحيه اساس القرض او البرنسبل وجزء قليل جدا هو اللي بيروح ناحيه الفايده او الانترست. بس خليني اصدمك واقول لك ان النقطه بتاعت التيبنج بوينت دي انت بتوصل لها لو واخد قرض مثلا على 30 سنه بتوصل لها بعد 20 سنه تقريبا. طيب فين المشكله؟ المشكله ان في امريكا الشخص العادي بيحتفظ بالبيت لمده 12 سنه في المتوسط، ده قبل ما يبيع البيت او يعمل ريفاينانس. طبعا ده في بقيه الولايات ما عدا كاليفورنيا الشخص بيحتفظ بالبيت لمدة 20 سنة، وده بسبب زيادة أسعار البيوت في كاليفورنيا. فلو حسبنا إن التيبنج بوينت أنت بتوصل لها بعد 20 سنة فأنت تقريبا هتكون لسه يا دوبك بادئ تبني 50% ملكية في البيت، هتلاقي نفسك بتبيع البيت، فأنت فعليا ما بنيتش ملكية حقيقية، أو بمعنى أصح ما كسبتش مكسب كبير. طب هتيجي تقول لي طب ليه الناس ما تاخدش القرض ال 15 سنة وبالتالي تبقى بعد 20 سنة اوريدي خلاص خلصت القرض؟ لأن أكيد زي ما انت عارف ان القرض ال 15 سنه على قد ما هو مدته اقل لكن الدفعه الشهريه بتاعته بتبقى اعلى، فناس كتيره ما بتقدرش ان هي تبقى مؤهله للقرض ده. خلينا اديك مثال كده بالارقام والمثال ده هيفضل ماشي معانا طول الفيديو. لو افترضنا بيت ب 500,000 دولار بفايده 6% وبزيرو داون بيمنت، طبعا الارقام دي للتبسيط وبدون ما نحسب التاكسز والانشورنس، وبافتراض نسبه ديت تو انكم ريشيو او دي تي اي 50%، وبالمناسبه دي تعتبر نسبه عاليه شويه لاغلب المقرضين. ففي حاله القرض ال 30 سنه الدفعه الشهريه بتاعتك هتكون 2997 دولار، وبالتالي انت هتكون محتاج يكون دخلك الشهري مش اقل من 6000 دولار. اما في قرض ال 15 سنه فالقسط بينط ل 4220 دولار ومحتاج يكون دخلك الشهري في حدود 8500 دولار. عشان كده معظم الناس بتختار القرض ال 30 سنه علشان ده بيخليهم مؤهلين لقيمه قرض اعلى. مثلا المبلغ اللي هتدفعه اللي هو ال 4220 دولار ده اللي كنت هتدفعه على 15 سنه
هيخليك مؤهل لبيت بحوالي $500,000. لكن لو نفس قيمه الدفعه الشهريه دي خدتها على قرض 30 سنه تبقى مؤهل لبيت $700,000، يعني تقريبا 40% زياده في قيمه البيت بنفس الدفعه الشهريه بتاعتك. بس خلي بالك احنا مفترضين حاجه هنا مش هي دي اللي بتحصل على ارض الواقع، وهي ان القرض ال 30 سنه وال 15 سنه بنفس الفايده اللي هي 6%، ومش ده الحقيقي. زي ما انت اكيد عارف ان كل ما بتقلل مده القرض كل ما نسبه الفايده بتقل، لان درجه المخاطره على الليندر او الشخص اللي هيدي لك الفلوس بتكون اقل. فمثلا لو بالاسعار بتاعت دلوقتي فرضا القرض ال 30 سنه الانترست ريت بتاعه حوالي 6.4 6.3، فالقرض ال 15 سنه الفايده بتاعته في حدود 5.7. شايف الفرق قد ايه؟ فناس كتيره هتيجي دلوقتي وتقول لك طيب اوكي بس القرض ال 30 سنه خلاني مؤهل لرقم اعلى وبالتالي ده افضل، يبقى اكيد لما هيجي القرض ال 50 سنه هقدر اخد رقم اكبر بكتير وبالتالي قرض ال 50 سنه افضل. وهنا تيجي الغلطه اللي اغلب الناس بتقع فيها. انا قعدت احسبها بالارقام بالظبط واشوف الفرق ما بين القرض ال 15 سنه وال 30 سنه وما بين ال 30 سنه وال 50 سنه. في الوقت اللي لقيت فيه ان القرض ال 30 سنه بيزود لك القوه الشرائيه بتاعتك بنسبه 40%، للاسف خليني اقول لك ان قرض ال 50 سنه هيزود لك القدره الشرائيه بتاعتك بنسبه 8% بس. ايوه انت سمعت صح، 8%. لان النقطه اللي ناس كتيره مش واخدين بالهم منها ان قرض ال 50 سنه الفايده بتاعته مش هتكون زي قرض ال 30 سنه. فلو ال 30 سنه بنتكلم في 6.4، ال 50 سنه اعتقد مش هيقل عن 7%، ففي فرق كبير، فبالتالي هيزود عليك الفايده اللي انت هتدفعها على مده القرض. تعالى نفترض افتراض كده وهمي بس عشان نقرب لبعض الارقام. تعالى نفترض ان نسبه الفايده هتكون واحده وهي 6%. في قرض ال 30 سنه على فايده 6% القسط الشهري هيكون $2,997 زي ما شفنا من شويه. في حاله القرض ال 50 سنه على فايده 6% الدفعه الشهريه بتاعتك هتكون $2,632. بالمناسبه قرض ال 15 سنه على فايده 6% هيبقى القسط الشهري بتاعك حوالي $4,219. فانا بس حاطط لك الارقام دي جنب بعض عشان تحس بالفروقات. ومن الارقام دي فالتوفير في القرض ال 50 سنه عن القرض ال 30 سنه $365 بس، يعني تقريبا 10% بس. بالاضافه لكده انت زودت تقريبا ضعف مده القرض بتاعتك. ده غير بقى ان لو رجعنا للحسابات المظبوطه وقلنا ان الانترست بتاع ال 50 سنه هيبقى اكتر، ولنفترض مثلا ان هو هيبقى 7%، فالارقام هتختلف تماما. قرض ال 30 سنه بنسبه 6% انترست ريت هتبقى القسط الشهري بتاعك حوالي $2,997 زي ما هو. لكن قرض ال 50 سنه على 7% انترست ريت هيوصل ل $3,080. متخيل؟ يعني الدفعه الشهريه بتاعتك زادت وبقت اكتر $83 وبقى عندك 20 سنة إضافية في قيمة القرض بتاعك. والأكتر من كده كمان لما تيجي تحسب قيمة الفايدة الإجمالية خلال مدة القرض، ففي قرض ال 30 سنة أنت دافع فايدة حوالي $579,200. في قرض ال 50 سنة على الانترست ريت بتاع 7% الافتراض أنت هتدفع فايدة حوالي $1,347,853. انت متخيل الارقام بقت ازاي؟ يعني انت تقريبا دافع ضعف ثمن البيت اللي احنا كنا حاطينه في الاول اللي هو ب $500,000. ولما اتكلمت في الموضوع ده مع الناس لقيت ناس بتقولي افكار حلوه قوي. بتقولي طب بص انا مش هقعد اصلا ال 50 سنه في البيت، انا هاخد القرض ده عشان يخليني مؤهل لقيمه لون اكتر او لقيمه قرض اكتر، بس انا كده كده ناوي ابيع البيت ده بعد 10 او 12 سنه. للاسف على القرض ال 50 سنه لو انت اخدته بالفايده ديت انت هتكون بعد 12 سنه الملكيه بتاعتك او البرنسبل اللي انت دفعته حوالي $32,500 بس. لكن لو كنت اخدته على 30 سنه بالفايده مثلا اللي هي 6% انت هتكون الملكيه بتاعتك بقت حوالي $65,000. يعني لو حصل اي ماركت كوريكشن بسيط جدا او ان الاسعار نزلت او ان الفايده قلت انت غالبا هتطلع مديون لو بعت البيت بعد 12 سنه ومش هتكون بنيت اي ايكويتي. انا عارف ان ناس كتيره هتقول لي ما انا وفرت ثمن الايجار، وفرت الفلوس اللي كنت برميها على الفاضي. انا هنا في الفيديو ده مش بتكلم في انه احسن الايجار ولا انك تشتري، انا بتكلم في حته واحده ومحدده، هي هل القرض ال 50 سنه بيساعدني ابني ملكيه وبيساعدني على الاستثمار ولا لا؟ طيب ايه بقى الحل؟ يعني انا في الفيديو ده جبت لك ارقام كتيره جدا وانا عارف ان انت ممكن تكون صدعت مني او تهت مني من كتر الارقام، بس انا كنت حابب اني اشرح لك كل حاجه بالتفصيل علشان قرار شراء البيت ده مش قرار سهل. انت بتحط فيه شقه عمرك انجاز التعبير وبتحط كل الانفستمنت بتاعك، فلازم تكون فاهم كويس قوي فلوسك بتروح فين وبتمشي ازاي. فانا في رايي انسب حل عشان تطلع بره الدوامه دي كلها انك تاخد قرض 30 سنه
مش 15 ولا 50، بس تعمل حاجه حلوه، انك تدفع قيمه القسط الشهري بتاعك كل اسبوعين مش كل شهر. لو تقدر ان مثلا لو كنت بتدفع ليتس سي $3000 في الشهر، لا ادفع $1500 كل اسبوعين. تقدر تتكلم مع اللون اوفيسر بتاعك وتطلب منه الموضوع ده، وهو هيعمل لك جدول بطريقه الدفع اللي تساعدك في كده. انت لو عملت الحركه دي هتلاقي ان انت دفعت قيمه القرض بتاعك في مده اقل من 30 سنه بحوالي 10 سنين او 8 سنين. فانت وفرت لك مبلغ كبير جدا في الانترست ده. لو احنا هنحل الموضوع من ناحيه تقسيط المبلغ، في حلول تانية استثماريه انت ممكن تعملها في البيت اللي انت عايز تشتريه، انك تحاول تدور على بيت يكون فيه جراج ينفع يتحول لاي دي يو. واعتقد لو انت في كاليفورنيا فانت اكيد شايف كميه الاي دي يوز اللي بقت موجوده دلوقتي. ناس كتيره بتحول الجراشات بتاعتها لسكن صغير، يبقى الاسره مثلا او لشباب او لحاجه زي كده. دي بتساعدك انك تدخل انكم اضافي للبيت بتاعك. عشان كده انا في نهايه الفيديو مش عايزك تتسرع، ومش عايزك تبقى بتاخد قرار شراء بيت بناء على شويه اخبار انت بتسمعها من بره او من الميديا، لكن عايزك تتكلم مع ريل استيت ايجنت يكون فاهم ويعرف يساعدك انك تبيلد الايكويتي بتاعك اوفر تايم. ما يبقاش اللي هو جاب لك بيت ومشى، لا يقعد معاك ويحلل الموقف المالي بتاعك ويقول لك مميزات وعيوب كل بيت. لو انت عندك اي سؤال له علاقه بالعقارات في كاليفورنيا، هتلاقي كل بيانات التواصل بتاعتي موجودة في الفيديو، وأنا معاك في طول المشوار. أنا بشوي وكيل عقاري في كاليفورنيا ومهندس معماري، فبالتالي هقدر أقول لك كمان رأيي الهندسي في البيت، مش بس هكلمك على البيت ده حلو ولا وحش كريل استيت. لو عندك أي سؤال ابعت لي، وزي ما اتفقنا الكومنتس موجودة، خلينا نتناقش واسمع وجهة نظرك ونشوف نحاول نوصل مع بعض لأرضية مشتركة. شكرا ليك، أشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.